حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. صباحكم فل وورد وياسمين على عيونكم. هنعمل معانا اكلة هنا النهاردة سهلة وسريعة عشان الحاج صاحب البيت بيموت في الاكلة دي. فانا جبت هنا شوية فاصوليا، وحطيتها في المية وهسيبها تغلي. حطيت شوية ملح وهسيبها بقى تغلي. تمام كده عملنا اول حاجة. هنبدأ نجهز في الطماطم اللي احنا هنخدعها علشان الفاصوليا. طبعا الفاصوليا ديت انا بنقعها قبل ما اسلقها، حوالي قبلها بساعتين علشان تفشر زي ما انتوا كنتوا شايفينها كده. تفشر يا جماعه، مش تفشر زي بقيه الناس اللي في حياتنا اللي بيقعدوا بيفشروا. لما تلاقي حد في حياتك بيفشر هوده خده على قد عقله، تعبان. جبت هنا طماطم وحطيت عليها شويه ميه، وهحط شويه من السكر ومكعبين من مرقه الدجاج وشويه من فلفل اسود، وكمان شويه من ال11 بهار بتوع كنور. تمام. انا حطيت كله في الخلاط عشان اضربه كده ايه واخلص، يعني كنت مستعجله جدا في اليوم ده، والحاج صاحب البيت كان جعان فايه كده. يعني حطيت شويه كمان من السبع توابل وشويه من البابريكا. جبت مكعب زبده واحط شويه من الزيت، وهنزل بقى ايه بالصلصه بتاعتي دي. شويه ميه بس نشطف شويه الطماطم اللي في الخلاط. هنا كانت اتسبكت معايا فهزودها بقى شويه ميه. لو عندك مرقه اللي هي شوربه فراخ او شوربه لحمه زوديها عادي. هنا الفاصوليا بتاعتي كانت استوت معايا، هصفيها بقى من اي ميه ووديها غسله. لازم اغسل الفاصوليا تمام بعد ما تتسلق، وانزل بقى بيها على في الصلصه. يا دوبك بتاخد غلوتين 3 كده وبروح طفي عليها النار. نعمل بقى شويه رز. طبعا كلكم حفظتوا طريقه الرز بتاعتي اللي هي اي ست بيت بتعملها. حطيت شويه من الزيت، وطبعا غسله الرز. وانا هنا بحب الرز ابو شعريه، تكون الشعريه نفس مقدار الرز. يعني الرز ابو شعريه لما تبقى الشعريه بتاعته كتيره ومتحمره واخده اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده بيبقى تحفه. زي ما انتوا شايفين كده. جماعه ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى وتشتركوا في القناه وتدعوا لي دعوه حلوه واكتبوا لي كومنتاتكم الحلوه اللي وحشتني دي. هديها بقى تقليبه كده، ومش هنخسر حاجه لما نحط لايك. حطوا لايك يا جماعه عشان يصلي النفسيه باللايك، وشيروا الفيديو. شيروا الفيديو يا جماعه. طبعا الميه بتاعت الرز عارفين اللي هي بتبقى متغطيه بعقله صباع، وبغطي عليه لحد ما يتشرب. ايمن بالظبط كده. وبغطي عليه لحد ما يتشرب الميه بتاعته، وبعد كده بهدي عليه النار خالص خالص خالص. ايوه يبقى بيبقبق كده. بس كده اكله سهله وسريعه، مش لازم كل يوم لحمه وفراخ وسمك. في ايام بتمشي كده يا جماعه، بس مش كل الناس اللي بتصور ليكوا اللحمه والفراخ والسمك. في ناس بتقعد تصور بس كل الاكلات الحلوه. فلا، زي ما بنصور الاكلات الحلوه دي كمان اكلات حلوه جدا. الفاصوليا ديت بروتين نباتي، واللوبيا وكل الخضروات دي. يعني دخلوا غيروا في حياتكم يعني. شويه بقى رز. شايفين الرز؟ شايفين الرز يا جماعه؟ وانا من عشاق الرز وطبيخ على فكره، انا بحب الرز والخضار جدا جدا. اقول لكم على سر، وانا بنت كنت دايما اكل الرز والخضار ده بالليل. الناس كلها نايمه وانا باكل رز وخضار. شايفين؟ جامده. وانا هنا بعملها على طول لان الحاج صاحب البيت بيموت فيها، واحنا كلنا بنموت فيها. هنا الفيديو خلاص خلص. ما تنسوش تدعوا الام بالشفاء هي وجميع مرضى المسلمين. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.